أكتر حاجة خلت الناس تكره الحركة إنهم صدقوا إنه الحركة لازم تكون عقاب. في ناس كتار يا جماعة بيخسروا صحتهم بسبب فكرتهم عن الجيم، لأنهم ربطوا الصحة بالعذاب والتعب، وإنك حرفيا لازم تجلد نفسك وتحس إنك ما عملت حاجة مفيدة لو ما شلت وزن تقيل وتألمت، مع إنه الحقيقة أبسط من كده بكتير يا جماعة. الحركة الصحية ما نوع واحد، في حركة خفيفة زي شغل البيت والمضايرة، اللعب مع أولادك ومشاوير الدكان اليومية، وفي حركة متوسطة زي الطلعة بالعجلة، وحتى الرقيص والجبجبة يا جماعة برضو حركة وكمان معاها بهجة وفرح. وفي الحركة القوية زي السباحة، لعب الكورة مع أصحاب لطيفين وظريفين، الهايكينج، وحتى تمارين الجيم. الأنواع المختلفة دي كلها بتنشط الجسم، بتحرك الطاقة وتساعدك تبني جسمك. الفكرة مش إننا نعاقب جسمنا بالحركة، الفكرة إنه إحنا نلقى نوع الحركة اللي بتخلي جسمنا أخف أهدى وأقوى، لأنه الحركة الصحية المفروض إنها تديك طاقة مش تسحبها منك. وبرضه نتذكر إنه كل زول عنده قصته، وكل جسم عنده الحركة اللي بتناسبه. فقبل ما تقلد أي ترند، أسأل نفسك شنو الحركة اللي بتخليني أستمر.